يومين كده عملت حساب تاني وقلت اخش اتصفح، واتفاجئت بالحاجات اللي هنشوفها دلوقتي. الموضوع لو سوى اكتر من كده مش بعيد ابدا نشوف الفتره الجايه لايفات بدون ملابس. اي حد اقل من 18 سنه ما يخشش يتفرج على الفيديوهات. الناس دي محميه، اتمنى حد يعرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو ده شويه غير الفيديوهات اللي بنتكلم عليها اليومين دول اللي هي دعم لاخواتنا، بس الفيديو ده كان لازم اعمله ولازم اتكلم عنه. وفي رساله في رساله عايز اقولها للحكومه، رساله عايز اقولها لسياده النائب العام. احنا كان من فتره كده من كام سنه قبض على البنات علشان يخلوا بالاداب العامه، ازاي ان هم بيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا مش كويسه. سياده النائب العام احب اقول لحضرتك ان الموضوع ما خلصش عند البنات دي، بالعكس حاليا في ابشع المناظر اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. سياده النائب العام بعد اذنك رساله من شاب مصري، خلي الرجاله تشوف الموضوع ده، خلي الرجاله تتحرك، في ناس لازم يتقبض عليها بجد. الاشكال دي بتسيء لسمعتنا وبتسيء لسمعه السيدات الشريفات المصريات. اي واحد مصري دلوقتي لو بيتكلم مع اي حد في العالم هيعايروا بيهم بجد، هيعايروا بيهم بجد مش هزار. الموضوع خارج عن السيطره حرفيا. انا بقالي فتره ما بدخلش على برنامج التيك توك ده لان عندي حساب وبسبب دعم القضيه اتقفل، فلغيت الحوار من دماغي لان هو البرنامج مش عاطيني راحه شويه في الكلام عن القضيه. لكن من يومين كده عملت حساب تاني وقلت اخش اتصفح، واتفاجئت بالحاجات اللي هنشوفها دلوقتي دي. حرفيا ربنا يسامحني على المناظر اللي انا هعرضها، بس ربنا يعلم ان انا هعرض المناظر دي لهدف واحد بس، ان هم يتحاسبوا. وهحاول ان انا اعمل تشويش على الحاجات اللي ما ينفعش تبان، وبجد اتمنى ان صوتي يوصل والناس تتحرك علشان الاشكال دي ما ينفعش تتساب كده. الاشكال دي لازم 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 يتوضع لها حد، لان حرفيا دمرت القيم والاخلاق المصريه العربيه الاسلاميه. بجد الموضوع لو سوى اكتر من كده مش بعيد ابدا نشوف الفتره الجايه لايفات بدون ملابس. لو هنعتبر اللي جاي في الفيديوهات دي ملابس، فالفتره اللي بعديها هنشوف فيديوهات بدون ملابس خالص. يلا نشوف، وبعتذر عن المشاهد اللي هتشوفوها دلوقتي. ولو في اي حد اقل من 18 سنه ما يخشش يتفرج على الفيديوهات دي، ربنا يسامحني. اختارت مني اسلام. مش عارف انتوا بالكم خلصتونا. انا اللي بتعب. بص الهدف يا جماعه، الهدف يا جماعه، الهدف والله العظيم احسن الهدف الحقيقي. ده بجد. الله يخليك، الله يخليك. اول تلبسوا شير يا شباب، تعالي افتحي التعليقات. صباح الورد، صباح الفل. كل اللي موجود يكبس، تكبيس يا شباب، تكبيس. قلبي يا كاست باي. ناس بتصير النهارده تبقى مهضومه كده انت حتى دي عايزه دعم تتسول، مفيش حد مش عايز دعم على التيك توك، انا بقولها هي صراحه. فما تجوش على الغلبان. بربي معايا عيال واعمل كده قدام عيالي، هي تقف تتحكم قدام عيالها. تقولي اي مره مش هقول ست بتعمل احكام، مش بتبقى قدام عيالها، تبقى واقفه بتطلع طول النهار ماشي. عشان ايه؟ عشان الفلوس. تقف تعمل فوم وتعمل بن وتعمل مش عارفه ايه وتدخل على الدش. ايه في ايه؟ انا هدخل، انا يا جماعه انا هعمل حكم لنفسي. لو جالي اصلا هدخل على الدش، بس بحكم نفسي، انا حره، انا اعمل احكام لنفسي. ده ايه يا رضا؟ ده كل ما افتح يابا يدبقوني. نورتينا وشرفتينا والله العظيم النهارده في عيادتنا المتواضعه مع دكتوره سعاد. انت جميله، انت بخير، انت بصحه، انت بعافيه، انت بشخه. اتفضلي يا حبيبتي، لو عندك اي استفسار احنا تحت امرك. يلا باي. معاك جدا. في ناس كتير قوي بتبقى عايزه واحده وضعيه البوست عشان خاطر شفايفها تبقى جميله، لان الست بتتميز طبعا بالفيلر وبتاع. بندي حقنه تحت الجلد الاول، ندي حاجه كده زي بنج موضعي صغير بحيث ان منطقه الشفه ما تبقاش كبيره. بعد كده بنجيب عيلين، واحد بيبقى واقف فوق والثاني بيبقى واقف تحت، بيفشخوا الشفتين مع بعض وبيمسكوهم ويشدوهم كده، يلعبوا فيهم تمارين بحيث ان الشفه عندك تاخد وضع الكوبري وكده. بس مش اشوفهم ايه اللي يلعبوا فيها. لا يا حبيبتي بصي، فاهم، انا وضحت لك. دول الاثنين عندنا في العياده بيمسكوا الشفه بتاعتك يشدوها، انا ما قلتش يلعبوا فيها. تمام. اولاد حياتي منوره الدنيا، المايك بتاعك ما كانش شغال، في حاجه ناقصه عندي. في ايه يا جماعه؟ في ايه مالك؟ روبي يا جيت عينك يا بيس. الجوله ما تروحش عندك احفلك عندك. ما عنديش. هو انت نازله البحر مالك؟ هو انت نازله البحر ولا نازله يا ميسي؟ ايوه عينك يا ميسي. هو انت نازله البحر؟ 3000 في اللايف. راجل الشباب بتاع الكاوتش دي انت بتاع مالك؟ في ايه؟ عندك احفلك يا اخوات، تلبسوا شير وحروف انجليزي، عندك احفلك قويه يا سلطان. ايوه عينك كده زي ما شفتوا كده المناظر البشعه اللي في اللايفات بتاعت الزفت ده. اتمنى من الحكومه، من بحث الانترنت، تتحرك وتقبض على الاشكال دي. الاشكال دي لو اتثابت والله العظيم ما هنعرف نسيطر عليها بعد كده. هنلاقي كل يوم بيزيدوا اكتر واكتر واكتر، والموضوع بقى لا يطاق. لو الناس دي محميه اتمنى حد يعرفني. لو الناس دي في حد في ظهرها اقوى من القانون قولوا لي يعني عشان ما اتكلمش عنهم. لكن لو الناس دي عاديه اتمنى تحاسبوهم، اتمنى بجد تحاسبوهم. يلا تصبحوا على خير، سلام.